النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض شرح أول درس معانا في يونت 1. لو فاكرين إحنا قلنا إحنا معانا 50 درس. أول درس فيهم دلوقتي في يونت 1 بيتكلم عن إيه؟ عن البيج نمبرز، الأرقام الكبيرة. فاكرين قبل كده إحنا خدنا الوانز والثاوزند. المرة دي هناخد مع بعض المليونز والمليار. تمام كده؟ طيب نمشي مع بعض. عندنا أول حاجة في الدرس، أول نقطة فيها إيه؟ نتكلم عن the place value chart. هنعمل الجدول تمام للقيمة المكانية. يعني ايه يعني؟ طيب احنا فاكرين مع بعض من السنة اللي فاتت ان كل رقم بيكون عبارة عن ايه؟ اول حاجة ones tens hundred. تمام كده؟ بعد كده ايه؟ بنعمل كوما، بعد كده نعمل ones tens hundred، صح؟ بعد كده نعمل كوما ones tens hundred، بعد كده نعمل كوما، بعد كده مثلا ones ولو في tens او hundred. طيب اللي احنا بنقوله ده بالنسبة للمجموعات ايه؟ تعالوا نسميها مع بعض مجموعة فرعية ومجموعة رئيسية. دي كده المجموعة الفرعية ones tens hundred بتتكرر كل ايه؟ 3 ارقام. طب المجموعات الرئيسية عندنا اول مجموعة اهي عند الكوما كده بنعمل فاصل، ده عبارة عن الوانز. طيب تاني مجموعة عن الثاوزند وبنعمل برضه في الكوما. تالت مجموعة مليونز ومجموعات المليار وهكذا، وفي اكتر كمان. طيب واحدة واحدة. يعني ايه الكلام ده او انا افهمه ازاي؟ دلوقتي انا لما يبقى عندي مثلا ايه مثال زي كده، دي دايما اول ما اشوف كوما بحط فاصل على طول. اول مجموعه دي تمام، اول مجموعه دي مجموعه الوانز. طب المجموعه الثانيه الثاوزند. تمام كده؟ طب ايه اللي عندي ثابت دايما؟ هنا وانز تنز 100، كذلك هنا وانز تنز 100. كده انت فهمتني؟ فهمت الجدول ده بيتكلم عن ايه او احنا بنقول ايه؟ دايما عندنا كل رقم بالترتيب 1 تنز 100 ده ثابت. اللي بيتغير معايا المجموعات الرئيسيه سواء وانز او ثاوزند او مليون او مليون او ايه اكتر من كده. تمام؟ طيب الريمبر دي هتلاقيني حاططها لك في كل درس، خلي بالك منها، دي مهمه عشان هتلاقيني حاطط لك الخلاصه بتاعه الشرح. تمام؟ هو هنا بيقول لك ايه؟ the place always go in the same order and you always count them starting from the right. انت دايما بتعد من ايه؟ من يمين اهو. بيقول لك ان انت دايما بتاخدها بنفس الترتيب وبنبدا دايما بنعدها من اليمين. دايما بنبدا من اليمين، بنقول الوانز ثم التن ثم الهندرد. طيب تعالى كده ايه مع بعض ناخد ايه؟ حاطط لك هنا كده 3 اسئله نتدرب ايه على اللي احنا شرحناه. طيب هو هنا ان ايه 47,905,318. طالب مننا ايه؟ which place is the 7. هي بيقول لك هي 7 فين؟ تعالى كده احنا قلنا هو في كوما اخد فاصل، اخد في كوما اخد فاصل تاني قبل ما اعمل اي حاجه. حطيت الفواصل بتاعتي، يبقى دي كده عندي كده مجموعه 2 3. طب المجموعات دي قلنا بتتغير. اول مجموعه دي الوانز، المجموعه الثانيه 1000، المجموعه الثالثه ايه؟ المليونز. يبقى انا هنا دلوقتي في ايه؟ في المليونز. يبقى انا كده بلعب في خانه المليون. طيب قلنا اول حاجه بعد الكوما بتبقى ايه؟ وانز، بعد كده تنز. طب ال7 دي في الوانز اهو، ال7 دي في ايه؟ في ال1. تمام؟ وهي في المجموعه ايه الرئيسيه؟ في المليون. يبقى كده عندي الاجابه ايه؟ 1 مليون. شفتوا الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ ما فيهوش مشكله. طب تعالى ناخد السؤال الثاني، ناخد فكره ثانيه. ان هو حاطط لك نفس الرقم 47,905,318 which digit in the 10,000. طب واحده واحده. هو هنا حاطته لك بيقول لك ايه؟ في الثاوزند، في مجموعه الثاوزند ومجموعه التن. طب احنا ناخد المجموعه الرئيسيه دلوقتي اهو. هناخد اهو نعمل خط كده وخط كده. تمام كده؟ طيب مع بعض كده. اول مجموعه دي قلنا في الوانز، مش هبص عليها اهو، هعمل عليها اكس. المجموعه ايه الثانيه في الثاوزند؟ ايوه دي اللي انا عايزها. الثالثه في المليونز، مش هبص عليها. يبقى انا كده ايه؟ حددت الثاوزند. تمام كده؟ انا كده ايه؟ حددت الثاوزند. تمام؟ طيب انا عايز ابص على التنز. اول واحده ال1، الثانيه التنز. يبقى انا عايز ايه؟ الزيرو. يبقى هو بيقول لك ويتش ديجيت، الديجيت يعني انا بحط ايه؟ الديجيت نفسه. الثانيه ايه؟ الزيرو. انا اعتقد ايه ببساطه اهي ومسهلها عليكم. تمام كده؟ تعالى ناخد ايه؟ ثالث سؤال. which place is 100 times bigger than the 100 place. هي السؤال ده هناخده اكتر في ايه؟ في الشرح ايه؟ بعد ده 3 فيديوهات كده. هيبقى ايه؟ حاجه صغيره كده هتلاقيني شارح لك الجزئيه دي. بس تعالى نفهمها مع بعض. دلوقتي مش احنا قلنا معانا وانز تنز 100؟ يبقى ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده ال100. بعد كده باخد كوما، بعد كده وانز تنز 100، صح كده؟ طيب مش اول مجموعه دي في الوانز ومجموعه ثانيه في الايه؟ في الثاوزند، صح كده؟ طب انا لو همشي 100 تايمز، طيب انا لما بمشي خطوه كده بمشي 10، يبقى انا همشي كده خطوه 10 وهمشي خطوه ثانيه 10. تمام كده؟ يبقى انا كده مشيت 100. طب دي بعد الكوما ايه؟ دي وانز، قلنا دي التنز، يبقى دي ايه؟ 10 وفي المجموعه بتاعتها ايه؟ في الثاوزند. اتمنى تكونوا فهمتوني. واول ايه جزء في الدرس سهل وبسيط، وهكمل معاكم فيديو تاني تكمله ايه الدرس ان شاء الله.